السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. ولسه مكملين في مخبوزات وحلويات العيد، والنهارده ان شاء الله هنعمل الوصفه الاقرب والاحب لقلبي. هنعمل مع بعض معمول التمر. بالنسبه لي بحبه جدا جدا، احلى حتى من الكحك. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات مع بعض. معانا نص كيلو من الدقيق او تقريبا كوبايتين ونص من الدقيق. كمان معانا نص كوباية من السكر البودرة، وكوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وربع كوباية زيت وبيضة برضو بدرجة حرارة المطبخ، وثلاث معالق من لبن البودرة، معلقة صغيرة من بيكنج باودر، معلقة صغيرة محلب، وزيها حبهان بودرة، وذرة ملح، وما تنساش الفانيليا علشان البيض. اول حاجه هبتدي اعملها احط المكونات الجافه على بعض، البهارات اللي قلنا عليها واللبن البودر، وهنقلبهم كده كويس تقليبه كويسه، نخلطهم كلهم كويس. وهنبتدي بقى في بوله ننزل الزبده، والزبده لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، وهنزل عليها السكر البودر، ولازم السكر يكون بودر عشان يديني النعومه المطلوبه. وهبتدي اخفقهم كده كويس، وبعدين هنزل عليهم البيضه. وما ننساش نضيف الفانيليا، وبعدين الزيت. كل اضافة هنضيفها او كل مكون هنخفق بعضه كويس لحد لما يوصل للقوام الكريمي اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. وهنا اضافة الزيت هتدي للمعمول القرمشة والتماسك في نفس الوقت. شايفين دلوقتي الخليط معايا بقى كريمي ازاي؟ لونه بقى فاتح خالص. اول ما يوصل للدرجه دي هبتدي انزل الدقيق، هقلبه كده بالسباتيولا تقليبه، هخلطه كويس، وبعد كده هبتدي اعجن بايدي. هنزل الدقيق تدريجيا، اول ما جزء يبتدي يختفي في الخليط الاولاني هبتدي بقى انزل الجزء التاني، وهعجن بايدي عجن كويس لحد ما المقادير كلها والمكونات تختلط ببعضها ويديني النتيجة العجينة اللي انتوا شايفينها قدامنا دي. العجينة بتاعته بتبقى جميلة جدا، ما بيبقى لهاش عرق، ولما اجي اقطعها بتتقطع معايا بكل سهولة. هغطي العجين واسيبه يرتاح لحد لما اجهز الحشوه بتاعتي. دول حوالي 300 جرام من العجوه او التمر المفروم. هحط عليه مع مكعب زبده او معلقه زبده، ومعلقه صغيره كده او رشه صغيره من القرفه، ولو بتحبوا الحبهان ممكن تغيروا القرفه بالحبهان. جهزي الحشوة بتاعتك بايدك كده. بلاش تعمليها على النار، علشان لو عملتيها على النار هتطرى خالص معاكي، لكن في الحشو هتطلع ناشفة جدا وهتضايق في الاكل. هبتدي كده اخلطها وبعدين اشكلها كور صغيرة. انا شكلت العجوة بتاعتي كلها كور بالشكل ده. هبتدي بقى اشتغل في العجين. هاخد قطعة من المعمول، يعني على قد ما تقدروا بقى ساووا الاحجام. انا معايا فورمة زي دي هبتدي اشتغل بيها، هي دي اللي هتديني الشكل النقشة الجاهز. ولو ما عندناش الفورمة دي هوريكم تعملوا ايه. هاخد قطعة وهبتدي افردها كده، ارققها وادخل جواها الكورة بتاعة العجوة وهقفلها كويس. وبعدين هاخدها احطها في الفرن واضغط عليها كويس، هتديني الشكل ده. اوريكم واحدة كمان. برققها خالص واحط فيها العجوة والفها كده واضغط عليها جوه الفورمة. شايفين شكلها جميل ازاي؟ النقشة واضحة جدا وجميلة، وكمان لما هيدخل الفرن هيطلع محتفظ بشكله كده، يعني النقشة مش هتروح، لان العجينة دي مظبوطة جدا. يعني لو كترتي السمنة او الزبدة عن المقدار اللي قلت عليه هتسيح معانا جدا، وهتطلع بقى النقشة مش واضحة خالص. اما بقى لو ما عندكيش فورمة زي دي هوريكي ازاي تشكليها. بنفس الطريقة برضو هاخد العجينة، هحشيها وبعدين هضغط عليها بقى بكف ايدي كده وبشوكة. هبتدي اضغط عليها من النص، هعمل فيها شكل كده بالطول وبعدين عليه بالعرض، فهيديني شكل مربعات صغيرة جدا. وعلى طرف العجينة او على طرف الدايرة هبتدي امشي بيها كده بالشوكة، هعمل الخطوط اللي انتوا شايفينها دي، هتديني برضو النقشة. وبرضو في الاخر بعد التسوية هوريكم شايفين شكلها جميل ازاي، عاملة زي الكحكة المنقوشة بالظبط. وبرضو دي هتفضل محتفظة بالنقشة بتاعتها، مش هتروح منها خالص. هوريكم برضو فورمة تانية عندي، انا عندي الشكل ده بنفس الطريقة برضو هشكلها وهضغط عليها، هتديني النقشة الثابتة دي. كملت الكمية كلها، جهزت الصاج، شايفين شكله جميل قوي ازاي. على فكرة انا عمل معايا صاجين، يعني الصاج ده وصينية كمان. مشغلة الفرن على درجة حرارة 170، هدخلها على الشبكة. ربع ساعة بالظبط، يعني هنزل الشبكة قريب خالص من الأرضية، ربع ساعة بالظبط. أول ما يبتدي يلون من تحت هفتح عليه الشواية 5 دقايق. وادي شكله بعد ما خرج، شايفين لونه جميل ازاي، وادي النقشة موجودة وثابتة ومحتفظة بشكلها.
زي المعمول الجاهز بالظبط. يلا بينا نفتح واحدة ونشوف هو قد ايه المعمول دايب والحشوة فيه طرية وخطيرة. المكونات مظبوطة والمقادير مظبوطة بالملي، امشي بس على نفس المكونات وهتطلعي احلى معمول تمر، احلى من الجاهز. وبس كده الوصفة بتاعتنا خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. كل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم.